سلام حبوباتي الوفيات، الجميلات اللي راكم دائما تفيدوني بهذيك التعليقات الجميله تاعكم. اليوم انا كذلك افدتكم بواحد شوكولا من صنع منزلي، يعني للاخوات اللي يحبوا يديروا المشاريع يحتاجوا الكثير، يعني من كونتيتي كبيره تاع شوكولا ما يقدروش يشروها يعني بزاف من الحانوت، الوغ يخدموها في الدار. واش جبت لكم؟ عندك شكاره تاع حليب فقط، بشكاره حليب تخدمي كونتيتي كبيره. نفرغوا شكاره تاع حليب تاعنا ونديروا لها كاس تاع سكر كيما راكي تشوفي، واللي تحب دير كاس ونص دير كاس ونص. انا هنايا درت كاس وزدت ملعقتين، يعني كاس وربع تاع سكر. تخلطيها لهنا كلش بارد في بارد كيما راكي تشوفي. وهذه انا درت لكم معاها بريوش باش تشوفوا من بعد. للاخوات اللي يحبوا يديروا كيما قلت لكم كمشروع، ديري مغرف مايزينا تكون بومبي، تكون معمره مليح تاع المايزينا. وزدت انايا شويه، يعني فوقها زدت لها غير شويه هكا كيما راكي تشوفي. مغرف ونص ولا مغرف وربع ولا تاع نشاء مايزينا. تخلطيها كلش بارد في بارد وتروحي تحطيها فوق النار تاعك، وتكون نار خفيفه 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 جدا، يعني باش تتخدم في عقلها. كيما راكي تشوفي انا حطيتها فوق النار وجيت نحضر الخليط تاعنا. هنا انا درت نص كاس جوز. انتي اذا كان عندك نص كاس كاوكاو ولا لوز ولا تحبي تستغناي عليهم ما ديريش. انا درت نص كاس جوز، اضفت له نصف كاس من الكاكاو كيما راكي تشوفي البني، واضفت له هنا اللي ما درتهاش معكم عفوا، اضفت له نص كاس تاع زيت. خلطي كلش هنا النواشف الكاوكاو ولا اللوز ولا مع الكاكاو، واضيفي لها نصف كاس من الزيت. هنا رحينا المكونات تاعنا وجينا للحليب تاعنا اللي كنا حطيناه فوق نار خفيفه، نار مهيله كما يقولوا اخواتنا المغاربه. هنا تبقاي تخلطي العمليه، هنايا لازمك توقفي قدامها في المطبخ وتبقاي تخلطي بالعقل. خلطي بالعقل بهذه الطريقه حتى تشوفي هذاك الخليط تاعنا ولا يعني هبط ولا في الربع، يعني شكاره تاع حليب ولا تقريبا في الربع. هنا راهي قريب توجد الخليط تاعنا راهو قريب يوجد. ودائما تخلطي باش ما تلصقلكش هذيك النشاء وتولي تعطيك واحد الطبقه يعني كحله، تاع هذيك الطبقه اللي فيها الحراق تولي كحله. الوغ وراكي تخلطي بالعقل كما كتشوفي. كما قلت لكم هاد الشوكولا تحبي تعطيها لولادك ياكلوها بالخبز عفوا تحبي تخدميها، يعني تخدمي بها بزاف للدار، تخدمي بها حلويات راهو جاي العيد ان شاء الله المبارك، ولا تخدمي بها كما قلت لكم انا جبت لكم فكره مشروع تخدمي بها البريوش. يعني الصيف راهو على الابواب، تمدي للزوج تاعك ولا الابن تاعك يبيع لك يعني البريوش في البحر ولا تبيعي مع المقاهي، ولا يعني انت هنايا خدمي راسك وديري. انا الفكره هذه كان واحد الولد يجي مسكين دائما مع العشيه يبيع البريوش عندنا، دائما نستناوه مع العصر باش نشربوا قهوه بالبريوش تاعو، يعني بكل صراحه بريوش رائع. يامات الاختبارات الطفل هذا ما عادش يجي، يعني عنده مده ما جاش وحنا نستناوه. فانا اضطريت باش نخدم البريوش في الدار. كيما راكي تشوفي دوكا درت لها علبه شوكولا، يعني منى ولا تحب ديري لها امباسادور. هنايا ديري كما قلت لك منى ولا امباسادور. تخلطيها كامل. هنا راكي شفتي الحجم تاع الحليب تاعنا ولا في الربع، يعني بعد ما كاثف مليح جمد مليح ولا يدير هذيك البقبقه مع الاطراف. نحيناه حطيناه على الكوتي، حطينا له الشوكولا هذه وخليناه يبرد. خليناه يبرد مليح. هنا كي يبرد نجو واش نديرو، شوفي كيفاش الشكل تاعو راهو لهنايا هكذا يولي معك. فرغيه فوق هذاك الخليط، هذا الخليط اللي كنا احنا درناه اللي هو كاكاو جوز وزيت، وكل كميه نصف نصف نصف، يعني درت كما قلت لك. وترجعي تحطيه تحطيه هنا في البلاندير يزيد شويه، يعني يتخلط يتميكس مليح. وهنا كما قلت لك تحبي ديري الجوز، تحبي ديري اللوز، تحبي ديري الكاوكاو، اذا ما عندكش تقدري تستغناي وما ديري حتى حاجه. شوفي الشكل حنا تاع الشوكولا تاعنا كيفاش جا رائع هايل. شوفيه درتو لك، يعني شوفي الكونتيتي تاعنا جا كونتيتي مليحه كبيره. هنايا تحبي تضيفي لها كذلك كمنكه لا باتاغون تاع البندق. اذا درتي لها لا باتاغون تاع البندق
كأنك راكي تاكلي في نوتيلا، يعني تجي هايله رائعه. وتحبي كذلك تضيفي لها مغرف تاع زيت من الفوق، ولا تحبي تخليها كيما راهي كيما تحبي. دوك تشوفي معنا يعني الشوكولا تاعنا شحال قاست لنا كونتيتي. قاست لي عمرت بها يعني تقدري ديري زوج بورتمونجي، زوج بلارات. دوك تشوفي، شوفي شكلها رائع. انا ننصحك ديريها، وننصحك يعني ديري بها حاجات بزاف تقدري ديريهم بها. ودوك انا في الجزء الثاني راح تتبعوا معايا، درت لكم بها بريوش تاع حاجه رائع ويهبل. ها هي الكونتيتي قدامكم. انا ننصحكم تجربوها وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير، وتتبعوا معايا الجزء الثاني اللي درت لكم فيه البريوش تاعها اللي جا فريمون رائع ويهبل. في الاخر واش نقول لكم؟ يعطيكم الصحه على المتابعه، على المشاركه، على لي كومونتير تاعكم. اللي تشوفني اول مره ما تنسانيش بجام وكومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.